موضوعنا النهاردة عن كارثة كونية فاجعة حرفيا راح ضحيتها آلاف البشر. حاجة ما كانتش على البال، بس ما بين يوم وليلة صحينا على مأساة زلزال تركيا وسوريا. بس قبل أي كلام، الله يرحم كل من توفى بسبب الزلزال ويجعل مأواهم الجنة ويعين كل شخص نجا، لأنه من الصعب حتى نفسيا الواحد يتخطى كارثة زي دي، خصوصا الناس اللي فقدوا أبنائهم وأهلهم وأسرتهم في لمح البصر وبدون سابق إنذار. الموضوع عدى عليه حوالي أسبوعين، وللأسف لسه في ناس تحت الأنقاض، والموضوع أثار الجدل وبدأ يلقي الضوء على أحداث حصلت قبل الزلزال وبعده. وبسبب الأحداث دي انتشرت واختلفت الأقاويل، يا ترى الزلزال كان مصطنع ولا كارثة كونية عادية؟ ولو فرضنا إنه كارثة كونية وطبيعية بدون تدخل البشر، إزاي في ناس كانت عارفة إنه هيحصل وفي المناطق دي بالذات؟ لا، وكمان قدروا يعرفوا قوته هتكون كام ريختر بالظبط، وإيه الأحداث الغريبة اللي حصلت قبله وبعده خلت ملايين من البشر يعتقدوا إنه حاجة مصطنعة. تعالوا مع بعض نعرف شوية معلومات سريعة، وحب أوضح إن الكلام اللي هقوله لا يعبر عن أي رأي شخصي، إنما هو مجرد تسليط للضوء على بعض الأحداث المثيرة للجدل. يلا نبدأ على طول. فجر يوم الاثنين 6 فبراير ضرب زلزال جنوب تركيا ومناطق كتيرة في سوريا، ويدوبك معداش 9 ساعات تقريبا وحصل زلزال تاني أو هزة ارتدادية كملت الدمار. وكلمة الدمار دي حقيقة كلمة بسيطة جدا ما توصفش حتى اللي حصل. الزلزالين قوتهم كانت حوالي 7.5 ريختر، وطبعا ده رقم ضخم جدا، وبسبب الزلزالين بيوت وأبراج وقعت على اللي فيها، وطبعا آلاف الوفيات والإصابات، ده غير الناس العالقة لسه تحت الأنقاض. وبدأت السوشيال ميديا تضخ بالبوستات والفيديوهات اللي بقت ما بين مؤيد إن اللي حصل ده كارثة طبيعية، خصوصا إنه تركيا وسوريا وكمان لبنان موجودين على حزام الزلازل، وقصاد ده ملايين البوستات بدأت تشكك إن اللي حصل ده حاجة مدبرة، وإن البشر كأسوأ كائن على الكوكب كالعادة له يد في الكارثة دي. بس إيه اللي يخلي الكم الكبير ده من الناس إنها تشك أصلا إن الموضوع ممكن ما يكونش طبيعي ويكون مدبر؟ وهل التكنولوجيا والعلم تطور لدرجة إن حد يقدر يتحكم في كارثة بالحجم ده ومن على بعد؟ تعالوا أقول لكم إيه اللي شكك الناس. فرانك هونجربيتس طبعا غني عن التعريف، مش محتاجة أقول ده يطلع مين، لكن لو في حد من المشاهدين مش عارف فهقول لك سريعا إن هو باحث وخبير جيولوجي هولندي. كتب تويتة يوم 3 فبراير يعني قبل الزلزال ب3 أيام بالظبط، بتقول إن عاجلا أم آجلا زلزال بقوة 7.5 ريختر هتضرب المناطق دي، واللي هم جنوب أو وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان. الغريب إنه عارف منين بالظبط إنه هيكون 7.5 ريختر، يعني كاتب ومحدد قوة الزلزال كام بالظبط ومحدد المناطق، مع العلم إن كل العلماء وخبراء الجيولوجيا اللي استضافوهم في CNN واندبندنت وغيرهم كتير جدا بيأكدوا بل أجمعوا إنه من المستحيل حد يعرف يتنبأ بميعاد زلزال أو قوته هتكون كام بالظبط، وإن آخرهم هيعرفوا إنه متوقع يحصل في منطقة ما، لكن هيكون كام ريختر أو إمتى بالظبط فده صعب تحديده. وعلى الرغم من الكلام ده، بوستات وتويتات كتير جدا بالملايين بقت بتقول إن فرانك اتنبأ بالزلزال، مع إنه لو رجعنا للتويتة هو محددش ميعاد، هو سابها مفتوحة وقال عاجلا أم آجلا. والمناطق دي حاجة عادية إنه كخبير جيولوجي يعرفها، لكن إنه يعرف كام ريختر بالظبط دي اللي عليها علامة استفهام. يا ترى صدفة؟ بعدها طلع فرانك بتويتة جديدة بيوضح إنه قدر يتنبأ بوقوع الزلزال من خلال دراسته لهندسة الكواكب. بس اللي يقلق بقى إنه طلع بعدها في أكتر من لقاء أونلاين مع قنوات تلفزيونية بيقول فيهم إن في احتمالية بحدوث زلازل تانية قوية جدا في لبنان وسوريا والأردن. ربنا يخيب ظنه ويحفظنا ويحفظكم من كل شر. بس يا ترى هو ده بس اللي خلى الناس تقول إن الزلزال مدبر؟ حقيقي مش هو ده بس. تويتات تانية بدأت تذكر اسم منظمة اسمها هار، بيقولوا إن الزلازل اللي حصلت دي نتيجة لتجارب المنظمة وسموها عمليات هارب. إيه بقى موضوع المنظمة دي كمان؟ أولا اسمها معناه الشفق النشط العالي التردد، واسم المنظمة اختصار لجملة High Frequency Active Auroral، هو عبارة عن برنامج دراسة لطبقة الأيونوسفير، وبيتمول من قوات الدفاع الجوي والبحري الأمريكي وكمان جامعة ألاسكا ووكالة البحوث الدفاعية الأمريكية داربا. بدأوا إنشاء المكان ده سنة 1990 وبدأوا العمل فعليا فيه 2007، وفضلوا شغالين في التجارب والأبحاث لحد سنة 2013. هنا بدأ الممولين ينسحبوا واحدة واحدة لحد ما انسحبوا نهائي، وبقت بتديرها جامعة ألاسكا.
كان هدف المنظمة دي كلي دراسة طبقة الأيونوسفير وتطويرها، واللي من خلالها بتنقل موجات الراديو والموجات اللاسلكية. كل ده كان عادي وطبيعي، بس مشروع هارب معروف عند ملايين من البشر اللي بيصدقوا في نظرية المؤامرة، إن أي كارثة زي التسونامي أو الفيضانات، الزلازل، البراكين أو الإعصار، حتى الذوبان الجليدي، أي حاجة من الحاجات دي لها علاقة بأبحاث وتجارب هارب، واللي على كلامهم لها علاقة بالجماعة ليهم المتنورين يعني أو الماسونيين، وإن هم بيفتعلوا كل الكوارث دي عشان يحققوا مخططاتهم بتقليل عدد السكان. وعلى فكرة موضوع هارب مش مجرد اعتقاد ما بين مجموعة من الناس أو حاجة، موضوع تجارب هارب مثير للجدل فعلا، وأكتر من مرة بيتم استدعاء المسؤولين عن منظمة هارب في جلسات استماع في البرلمان الأمريكي لمعرفة أثر التجارب اللي بيعملوها. ده غير إنه تم توجيه اتهامات لهم إنهم السبب في ذا هامب فويس، واتقال إن تجاربهم لها علاقة بالأصوات دي. ده غير مجلة روسية عسكرية كتبت مقالة قبل كده عن المنظمة دي، وقالت إن بسبب تجاربها الخطيرة على طبقة الأيونوسفير هتتسبب في قلب أقطاب الأرض المغناطيسية. وكمان الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز سنة 2010 اتهم فيه منظمة هارب وتجاربهم إنهم هم السبب في زلزال هايتي الغني عن التعريف. وفي نفس السنة قام الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد باتهام منظمة هارب برضو بإرسال موجات إلكترومغناطيسية، وهي اللي من خلالها تسببت في طوفان باكستان. والمثير للجدل برضو إن قبل الزلزال بتاع سوريا وتركيا ظهر نور أزرق في السماء، وناس كتير صورته ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي. منهم ناس كانت بتسأل هو ده يطلع إيه، وناس تانية قالت إن الضوء ده دايماً بيظهر في تجارب هارب في ألاسكا، وآخرين قالوا إن البرق الأزرق ده برق بيظهر قبل حدوث الزلزال، وناس تانية نسبته لتسلا، وهعرفكم ليه كمان شوية. وفي ناس بتؤمن بنظرية المؤامرة وطلعت قالت إن ده عقاب لتركيا بسبب رفضها لتوسيع عمليات الناتو على الأراضي التركية وأمور سياسية، وبسبب كم التويتات والبوستات اللي بتتهم هارب في زلازل تركيا وسوريا. أصدرت هارب بيان بتنفي فيه تماماً إن يكون لها أي علاقة من قريب أو من بعيد بالزلزال اللي حصل، وإنهم ملهمش أي علاقة بأي حاجة. ولمعلوماتكم إنهم بسبب الاتهامات اللي دايماً بتتوجه لهم من النوع ده بدأوا من سنة 2016 يعملوا يوم في كل سنة الدخول للمنظمة عشان الناس تتأكد بنفسها من اللي بيحصل جوه، وإن مفيش أي حاجة بتحصل أزيد من أبحاث علمية بحتة، وإنهم ولا بيعملوا تجارب على الأرض ولا طبقاتها ولا عقول البشر ولا الكلام ده كله. بس مش ممكن يكون الكلام ده بيحصل في الخفا، وإن برضو ممكن يكون لهم تجارب لها علاقة على الأقل ببعض الكوارث. واليوم اللي عاملينه ده مش ممكن برضو يكون يوم عشان يظهروا فيه مصداقيتهم وإنهم ملهمش علاقة بحاجة. بس طبعا حتى لو لهم علاقة بحاجة بالتأكيد المعلومات دي سرية للغاية ومستحيل أو من الصعب حتى التأكد منها، بس كل شيء وارد برضو. ولا يمكن الموضوع أكبر أصلاً من منظمة هارب؟ مش يمكن يكون تسلا مثلاً له علاقة بالموضوع؟ من المعروف إن تسلا كان بيستخدم الترددات العالية في أغلب تجاربه واختراعاته، زي مثلاً شعاع الموت اللي تسلا نفسه اعترف للسلطات باختراعه ووجوده بعد اتهامات كتير اتوجهت له بإنه بيخترع حاجات خطر على البشرية. ونفى تسلا وجود بعض من الاختراعات دي وأكد وجود بعضها. إيه بقى هو شعاع الموت اللي تسلا اخترعه ده؟ وركز معايا كده في الجملة اللي جاية. ده جهاز بيطلع إشعاع هائل لونه أزرق. مش بيفكركم بحاجة ده زي مثلا البرق الأزرق اللي الناس صورته قبل الزلزال؟ طب تعرفوا إن نيكولا تسلا هو اللي اكتشف أصلا استخدامات طبقة الأيونوسفير اللي اتكلمنا عنها واللي هي أساس منظمة هارب؟ طب تعرف إنه كان بيتم استخدامها في التجارب بتاعته؟ بلاش كل ده، تعرف إن أكتر من موقع زي موقع ذا تايمز وكمان مواقع حكومية زي موقع باب ميد ذكروا إن تسلا أول شخص قدر يستعمل طبقة الأيونوسفير في التجارب العلمية بتاعته، وإن هو أول واحد قدر يبعت موجات لاسلكية من خلال الطبقة دي ومنها لقشرة الأرض عشان يكبر مجال الاتصال. إذا تسلا عرف يعمل ده وقدر يتحكم في طبقة الأيونوسفير وقدر يبعت موجات لاسلكية. ده غير إن نيكولا تسلا قبل كده اخترع جهاز بيقدر يعمل زلزال مصطنع، وإنه من شدة الزلزال اللي أحدثه بالجهاز اللي اخترعه ده كان المبنى هيقع عليه. وكتبت الصحف كتير جدا عن الجهاز ده، وكمان كتبوا إن تسلا أعدم الجهاز ده
نفسه بسبب خطورته على البشر. بس يا ترى فعلا تسلا أعدم الجهاز ده وأعدم تفاصيل اللي اختراعه ومستنداته، ولا يمكن وقع في الإيد الغلط؟ طبعا كل دي أسئلة وجودية من المستحيل حتى معرفة حقيقتها، لكن خلينا في الواقع اللي احنا عايشينه. سواء بقى موضوع الزلزال ده مفتعل زي ما ملايين البشر بيكتبوا أو حتى طبيعي، فمحدش فينا مش معرض إن ده يحصل في بلده، وارد يحصل في أي مكان. طبعا ربنا يبعد عنا وعنكم كل شر، بس ممكن شوية المعلومات اللي هقولها لكم دي تساعدك على النجاة لو لا قدر الله حصل زلزال. أولا حاول تركز هتعمل إيه وهتروح فين، عشان الاندفاع ممكن يكلفك حياتك. ثانيا لو المبنى أرضي حاول تخرج من المبنى فوراً، وأول ما توصل للشارع ابعد عن أي مباني وأي أشجار أو حتى أعمدة إنارة أو أسلاك كهرباء. ولو البيت عالي وفيه سلالم حاول تحتمي في البيت، لأنه ولا هينفع تستعمل الأسانسير بالتأكيد لأنه خطر جدا، والسلالم بتبقى أضعف حتة في المبنى. ولو الزلزال قوي مع عدم اهتمام الإنشائيين للأسف، فغالبا السلالم بتنفصل عن المبنى لأنها تعتبر أضعف جزء في المبنى زي ما قلت لكم. وفرق الإنقاذ بيقولوا لما بيجوا يستخرجوا الناس اللي كانت بتحاول تهرب من على السلالم بيلاقوا جثثهم مقطعة وبتبقى مناظرهم صعبة جدا. فلو معرفتش تخرج من البيت دور على أي حاجة صلبة وعالية واقعد عندها، لأن أغلب برضو فرق الإنقاذ اتكلموا عن مثلث النجاة أو مثلث الحياة. دايما لما بينهار أي مبنى والسقف بيقع، لو قابل حاجة عالية في طريقه فبيميل، بيعمل زي زاوية مثلث كده زي ما هو موضح بالصورة، وبيبقى فيه فراغ، ويعتبر ده من أفضل فرص النجاة. ويفضل طبعا إن المكان اللي هتقعد فيه يكون قريب من الحوائط الخارجية للمبنى لسهولة الخروج بعد كده من تحت الأنقاض. لو انت بقى في عربية وحصل زلزال انزل فورا من العربية ونام على الأرض، وطبعا في مكان ما يكونش جنبك فيه أي أشجار أو أسلاك كهرباء أو أعمدة إنارة، في مكان فاضي. ولو انت على كوبري انزل فورا من عليه لأنه وارد جدا إنه ينهار. واوعى تفضل في العربية. كان في حادثة قبل كده على طريق نيميتز السريع في سان فرانسيسكو، وكل اللي كانوا في الطريق أو أغلبهم واللي فضلوا في عربياتهم للأسف ماتوا. طبعا مهما اتكلمت وقلت حاول أهم شيء تحافظ على هدوءك، لأن ده هيساعد على نجاتك ونجاة اللي معاك. فالموقف صعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بس دايما لازم تحاول من أجل البقاء. واقرأ كتير عن الأساليب اللي ممكن تتبعها في حال حدوث أي كارثة، وثقف نفسك دايما عشان تعرف تتصرف وقت اللزوم. وربنا يبعد عنكم كل شر. دي كانت حلقتنا النهاردة. حاولوا دايما تقربوا من ربنا واستغفروا ربنا كتير جدا، لأن اللي بيحصل في الزمن بتاعنا ده صعب، وباء وحروب وزلازل ومصايب كتير، وبقينا كل يوم في كارثة. وإدعي ربنا يبعد عنك كل شر. وتذكروا قول رسولنا الكريم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرم. فخلي بالك وما تبقاش في غفلة. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك، ويا ريت تعرفوني رأيكم في الكومنتات. تفتكروا فعلا ممكن يكون الزلزال من صنع البشر؟ وهل فعلا في مؤامرة هدفها تقليل أعداد البشر من خلال الأوبئة والزلازل وغيرهم من الكوارث اللي بتحصل حوالينا، ولا الكوارث دي كلها طبيعية؟ واستنوني في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.